Bienvenue à Paris. احنا دلوقتي في اشهر ستاربكس في باريس. كل السياح اللي بيجوا باريس عارفين المكان ده. ستاربكس اليونيك في العالم. اي ستاربكس بيكون عنده الديكور الخاص بيه، لكن هنا زي ما انتم شايفين كده في فرق شاسع. عاملين الديكور بتاع الاوبرا. بتحس انك في باريس، مش بس ان انا رايح اشرب قهوه، حاسس ان انا في قصر. انا حاسس ان انا بحتسي القهوه كده، مش بشربها. ده التراس بتاع جاليري لافايت. ده فيه 3 مكان. هنا كل الناس بتيجي فور فري عادي ان هو يطلعوا فوق على التراس ده يتصوروا. تقدر تشوف باريس كلها من فوق، والمول نفسه هوريه لكم كله. احنا دلوقتي في جاليري لافايت هوسمان، مشهور طبعا بالقبه اللي فوق دي. المكان كله هاي اند براندز وديزاينر كلوث. يعني لما يجي حد عايز يعمل اي شوبينج، بس يعني الشوبينج اللي هو بتاع الولد التخينه دي، لازم يجي هنا. دلوقتي هنحاول نطلع فوق. هنا بيكون الفيو حلو جدا لباريس كلها، تكون برضو الصور حلوة جدا. بس طلعنا فوق. المكان ده زي ما قلت هو ببلاش، هو في الميوزيوم بتاع مودرن ارت. تقدر تشوف باريس كلها من فوق، كل حاجة. نوتردام باينة، طوع في الباين، السكاي لاين بتاعهم باين، سكن بتاعهم هناك باينة. كل الأماكن دي هنروحها تكون موجودة في الفيديو، وقلنا إيه رأيكم لو أنا نسيت حاجة. بس أنا متأكد إن الأماكن دي هتعجبكم أوي. دلوقتي إحنا عند متحف اللوفر. بعدين أنا قاعد عند فونتين شوية، الجو حلو أوي. هو في سياح كتير، فالانتظار على اللاين إن أنت تدخل المتحف نفسه 30 دقيقة، والتيكيتات اتغيرت برضه. دلوقتي في 23 الأسعار بقت 30 يورو التيكت. الاطفال تقريبا ببلاش، وبرده الستودنتس لو ستودنت في الاتحاد الاوروبي ببلاش. ده الهرم المشهور اللي هناك. دلوقتي رايحين جزيره كده في النهر بتاع السن. هكتب اسمها طبعا في الكومنتس عشان اسامي كلها فرنش. بنجيب سناكس، نجيب اي حاجه نشربها، نجيب ديزرتس، نقعد هناك. اوريكم المكان. هو ده المكان اللي هنقعد فيه هناك. هي دي القعده اللي انا كنت بقول عليها. انا طبعا ما جربتهاش قبل كده. قبل ما اجي انا جاي بكتشفها زي اي حد يعني. واضح ان الناس اللي هم عايشين هنا معظمهم مش ان هي حاجه سياحيه، هي اكتر الناس اللي عايشه هنا لذيذه، عشان الواحد يريح ما بين الكافيهات والمطاعم لما بيجي في النص ان هو بيقعد يطلب حاجه تانية، بعدين بيحس ان هو ايه كده طول في المكان، فبيضطر يمشي، فبيبقى كانه عايز يروح مكان تاني. فانا كده اللي هي قاعده في النص اليوم كده. ده شارع الستريت فود هنا. المشي طبعا على السيان خطير، بس هنا لو واحد عايز ياكل اي اكل فرنش ويكون زي ستريت فود او كده، يجي الشارع ده اسمه لا رود لا اوشيت. دي قاعده برضو من القعدات اللي على طول على السيان على طول، بس طبعا دي ترابيزات وكده، وفي زي بار هناك. هي لوكسمبورغ جاردن مشهوره طبعا بالمراكب اللي بيعملوها في البول اللي هناك ده او في النافوره، وبعدين بالقصر اللي فوق ده. شفت لقينا مركب عليها علم مصر. المراكب دي المفروض بتأجرها 30 دقيقة ب 6 يورو، وهي بريموت كنترول. بتحطوها في النافورة هنا، تلعبوا بيها زي الناس هنا كده. هو دي المفروض لوكسمبورغ جاردنز، مشهورة طبعا بالقصر والنافورة دي. في حد خد المركب بتاعت مصر اهو. في سمك كمان هنا. وطبعا زي اي مكان في باريس دايما بيبقى فيه اماكن للبيكنيك، فده بيكنيك برضو جزء من القصر. تقريبا اكتر صور بتاخد لبرج ايفل بتكون من هنا، من على البلاتو ده. كل الناس بتيجي هنا. اكتر حته زحمه واكتر مكان شفته الناس بتصور عليه. يعني بالمكان ده اسمه تراس تروساديرو او تروساديرو. لو كسلية ضربونا اللي بتد بونبونا قوم العالم ضربونا. اي حد بياخد احسن صور نطلع هنا. اكتر مكان زحمه في باريس كلها لان انت تاخد صوره مع برج ايفل. بس شانزليزيه بيبدأ من هنا. دي الاوبليسك بتاعت مصر او المسله المصريه. كان المفروض الفرنساويين بيقولوا انها جايه لهم هديه، وبعدين بنكمل لحد هنا للاخر. بيبقى شكله بوليفارد كده، واخره بيكون الارك دي تريومف اللي هو ارك النصر او كده. دلوقتي طبعا في اهم مكان واكتر مكان اي حد بيزوره، شانزليزيه اللي عندك ارك دي تريومف. ولو احنا فضلنا ماشيين كده بوريكم، هنروح على التور ايفل. طبعا هنا في ناس فوق، لو شفت فوق كده دول بيبقى دافعين تيكت 15 يورو عشان تشوف فرانس كلها من فوق.
زحمه جامده جدا في شانزليزيه على لادوغي. اللي يعرفوا ده مشهور جدا للديزرتس فرنسي. الريستورانت ده برضه من الريستورانتس الناس بتحب تاكل فيها، بينفع في البرانش والبريكفاست. اسمه لا فابوريت سان بول، ليه كذا فرع بس سان بول ده يعني هو المنطقه اللي احنا فيها هنا دلوقتي، فده الفرع اللي احنا جربناه حلو جدا. فضلنا ماشيين من ارك دو تريومف في شارع الو ماكسو، يبقى هنا من احسن السبوتس اللي الواحد بيتصور فيها مع تور ايفل. ده هنا بقى الكوبري اللي هو بيحطوا عليه الاقفال، تبدا هنا الاقفال كلها، كمية اقفال هنا رهيبة. خلاص بقى اللي بيحط قفل هنا بيتدبس بقية حياته. طبعا اي حد جاي في شهر العسل لازم يجيب القفل هانيمون بتاعهم ويثبت بقى ان هو خلاص بقية حياته هيفضل هنا. ثانية خلي مراتي بس اللي تقفله عشان تبقى ايه الموضوع مش اجباري. ارمي المفتاح بقى براحتك ولا تخليه معايا. جود باي. بس هنا القعدة عند تور ايفل في جاردن كده، دي ملهاش اكسس، هي بابليك لاي حد. الناس بتيجي هنا تعمل بيكنيك، حتى الناس اللي عايشين في باريس، يعني مش ان هنا سياح بس. طبعا الناس اللي بتبقى جايه ترانزيت 24 ساعه عشان مطار شارل دي جول مطار كبير جدا. الناس هنا بتيجي بيفرشوا حاجه على الارض وياكلوا ويشربوا كده، يعني بقى قعدتها لذيذه برده وحلوه. في ناس طبعا بتطلع فوق، ده البانثيون، ناس كتير بتيجي تقعد هنا، ناس تقعد تاكل، ناس تقعد تقرا، ناس بس تقعد تريلاكس كده لو الجو شمس مثلا. ناس كتير هتقعد مثلا تعمل سان باثينج. كمان بعد البانثيون على طول، اول ما تيجي من الشارع ده بالظبط بانثيون هنا، تيجي هنا المفروض مثلا كان بيتفرج على نتفليكس على ايميلي ان باريس، انا ما اتفرجتش عليه بس اللي اعرفه ان هنا تقريبا كان في واحد هي بتحبه اسمه جابرييل، ما اعرفش القصه يعني، هو كان بيشتغل هنا وبعدين بيتها هنا على طول، يعني بالظبط بيتها هنا كده، فهوريه لكم دلوقتي. المفروض ان هي كانت ساكنه هنا في الباب ده، فانا هروح اخبط واجري. طبعا دي النوتر دام من ساعه ما اتحرقت من كام سنه، لسه ما بظبطوهاش خالص بس شغال، يعني كونستراكشن شغال ما وقفش اهو. ده اسمه اللاتين كورتر، كله مطاعم زي كده، مطاعم بارات، كل الليفلات، كل حاجه، في اماكن فيها ميوزك، في اماكن فيها شيشه، في اماكن فيها اكل، كل حاجه موجوده هنا قريب من نوتر دام برضه. دلوقتي جه وقت الكروز، برضه دي حاجه من احلى الحاجات الواحد ممكن يعملها في باريس، فاحنا حجزنا في السن عشان نهر السن معدي عليه معظم الحاجات المشهوره، يعني تور ايفل مثلا، هنشوف مع بعض، مش عارف كل حاجه بس انا هصور طبعا كل الكلام ده. الشركه اللي احنا حجزنا منها اسمها بداية دو بون نوف، هكتب اسمها طبعا تحت. بس تمام، احنا حجزنا على الساعه نبدا من 8:30 بالليل، هي بتقعد ساعه علشان نحجز ان يكون مثلا ايه سانسيت مع السيتي تبدا تنور، المدينه كده تبدا تنور، هيبقى شكل حلو. اتوقع ان ده يعني وقت حلو، احنا في شهر 8 فحجزناها 8:30 بالليل، هتخلص 9:30، والمركب زي ما وريتها لكم هي اللي هناك دي، فخليكم بقى نشوف معايا نشوف. دلوقتي المركب بدأت تتحرك في نهر السن، هصور بقى الأماكن اللي هي مميزة يعني اللي بيعدي عليها المركب ده. هي دي اخر مكان في الباكت ليست عندي في باريس، دي ساكر كير هنا قدامكم. الناس بتيجي هنا بالليل تقعد كلها، برضو في ناس بتلعب ميوزك، تاكل سناكس، تشرب حاجه، بتقدر تشوف باريس كلها من فوق منوره. كان احسن وقت اللي هو السانسيت مع الليل عشان الواحد يشوف المدينه كلها منوره. دلوقتي جه وقت نقول اوفوار باريس، دي نهاية الفيديو. انا عايز بس اقول لما يجي حد رايح باريس ما يتلخبطش، لازم ينزل مثلا ذا فورك، ده ابلكيشن اسمه ذا فورك. الابلكيشن ده بيساعد عن تعمل ريزرفيشنز المطاعم، عشان دايما اهم واحسن المطاعم هناك بيكون يا اما طابور يا اما يقولك لازم ريزرفيشن او تعالى بعدين او كده. في برضه ابلكيشن اسمه RATP، كل ده انا هكتبه، هو اللي هو ابلكيشن رتب، ده برضه بيساعد في الترانسبورتيشن. لو انتوا مثلا اكتر من 3 ممكن واحد يأجر الكار شيرنج اللي هي بير مينت عشان على الاقل ما يدفعش الباركينج، فبيكون الدنيا احسن. لكن الترانسبورتيشن مش كل الاماكن بتكون حلوه، الا لو على مثلا مواصلات بسيطه او الباص او كده بتكون كويسه جدا، واحد ممكن يشتريها من RATP الابلكيشن برضه اللي انا هسيبه تحت. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.